السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عارف انت ليه محتاج تحج وضروري جدا انك انت تروح تحج؟ لان الحج غذاء للعقل. ربنا بيقول الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى محلها القلب، والقلب محل للعقل. العقل مكانه في القلب، لأن ربنا بيقول في القرآن أم لهم قلوب يعقلون بها، هم مش عنده قلب بيعقل بيه. عشان كده ربنا في آخر الآية قال واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول، العقول بتاعتكم ثابتة في القلب. يبقى أنت بتحج عشان ده غذاء لعقلك، عقلك اللي موجود في قلبك. أنت بتحج عشان الحج كفارة لكل ذنوبك. النبي قال لسيدنا عمرو بن العاص أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، كل اللي فات خلاص يروح وينتهي. أنت بتحج عشان خاطر ترجع من الحج كيوم ولدتك أمك من الذنوب. مش النبي اللي قال كده؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يبقى أنت بترجع كيوم ولدتك أمك. أنت بتحج عشان خاطر تحقق الهداية الحقيقية، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فاحنا بنحج عشان زاد للعقل، فاحنا بنحج عشان خاطر نتزود من التقوى، احنا بنحج عشان نرجع كيوم ولدتنا امهاتنا، احنا بنحج عشان نهدم كل الذنوب والسيئات اللي عملناها قبل كده، احنا بنحج كمان عشان نتحصل على الهدايه. يلا بقى نحج مع بعض، ربنا يتقبل منا ومنكم.